بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل النهارده تحليه المانجا بالعصير والجيلي. هي تحليه سهله خالص ومش هتاخد منك وقت نهائي. هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي باكت جيلي مانجا هحطه هنا في الكيس. بسم الله. عليها نص كوبايه ميه سخنه ونص كوبايه ميه ساقعه. انا هدوبها كويس لحد ما كل المكونات تمتزج عندي والبودره دي تدوب تماما. انا المكونات عندي كلها دابت. انا هسيبها بقى في الفريزر على الاقل ساعتين او في التلاجة من تحت. انا عايزاها بس تجمد، وبعد ما تجمد هنقول لكم على بقيه المكونات. كده هنبتدي في الخطوه التانية. عندي هنا كوبايه لبن ساقعه، عليهم معلقتين كبار كريم شانتيه خام، وكمان علبه قشطه، ومعلقه صغيره فانيليا، وعندي هنا لبن مكثف حوالي نص كوبايه او ربع كوبايه اللي يريحك، دي حسب التحليه بتاعت تذوقك انتي. لو مش متاح اللبن المكثف ممكن عسل نحل وممكن سكر بودره. انا هقلبهم كويس لحد ما المكونات دي تدوب عندي تمام. دي كلها دابت. عندي هنا عصير مانجا انا ضرباه من غير ولا نقطه ميه، عاملاه في الكبه، فعشان كده هتلاقوا قوامه كريمي شويه. عايزه تضربيه بالميه مفيش مشكله. الجيلي اللي انا حطيته في الفريزر عشان يتلج شويه، انا كده هقلبه عشوائي بالشكل ده، وهفضيه برضو. وكمان عندي قطع مانجا متقطعه كده قطع صغيره. على فكره التحليه دي منعشه جدا وتقدروا تعملوها باي نوع فاكهه، بس كل الخلاف ان انتي مثلا هتعملي فراوله هتجيبي جيلي فراوله، هتعملي موز هتجيبي جيلي موز. هي دي بس كل النقطه، تقدري تعمليها باي نوع فاكهه. عندي هنا كمان اي بسكوت شاي ساده طبعا متكسر كده عشوائي، يبقى كده بالنسبه لي جهزت. نقلبها كويس وتبقى يدوبك على الغرف في كاسات التقديم. تبقى جهزت معايا بعد ما غرفتها. عايزه اقول لكم طعمها تحفه ومش هتاخد منك وقت خالص، وسهله جدا. لو حد جالك على فجأة او يعني عايزه تنجزي بسرعه هتعمليها في اقل من 10 دقايق. اتمنى ان انتوا تجربوها وتسيبوا لي كومنت تقولوا لي رايكم فيها ايه. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديده.